السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي كده يا جماعة. واحد بعت لي بيقول انا لسه متجوز مبقاليش كام شهر، فراح زيارة عند مامته، هما ولدين وبنتين، فقاعدين بيتغدوا، فما لقى مامته بتقول له بقول لكم ايه، عايزين نجوز كده اخوكم التاني، فكل واحد يجيب جزء عشان نجيب له شقة. فاخواته البنات قالوا لها هما احنا شغالين وفلوسنا على قدنا ومكفين بيتنا بالعافية مع فلوس جوازتنا. قالت لهم لا معلش، كل واحد يجيب اي حاجه عشان نخطب لاخوكم. فمرات ابنها اللي هي العروسه دي، فبيقول لمراتي راحت رد قالت لها يا طنط انت هتلمي له الشبكه وهو معهوش؟ طب بعد كده ايه؟ المواسم والخروجات والفسح والالتزامات، وهيجيب شقه وعفش وكل ده منين؟ يعني انت اللي معهوش شبكه ما يتجوز. فبتقول اتعصبت ماما، امه اتعصبت على مراته، فبتقول لها لا وايه يعني ما اخواته يساعدوه؟ قالت لها مفيش مشكله، لما يبقى هو مخلص مثلا او واقف على حاجه واحنا لمينا من بعضينا وجبنا له، دي ما فيهاش مشكله، لكن هو معهوش حاجه اصلا، فازاي لمينا له يا ستي خلاص الشبكه، وبعدين هنلم له برده ونجيب الشقه، هنلم له ونجيب العفش، هنلم له ونعيشه. هو بعد الجواز هيعمل ايه؟ عيشه ومسؤوليه وفلوس ومصاريف النار. اذا احنا شغالين احنا وجوازتنا ومش مكفيين، ايش حال هو بقى؟ فبيقول بقى لقيت امي راحت مزعقه لمراتي انت مالك، انت بتعملي كده عشان ما تديهوش فلوس، ده فلوس اخوه، انت مالكيش دعوه، انت مالكيش دعوه بعيالي. دول بهدلتها بالرغم ان مراتي ما زعلتهاش. فبيقول مراتي زعلت وراحت واخدها ومشي، وامي زعلانه ومش عارف اعمل ايه. كده مراتي غلطانه؟ لا، مراتك مش غلطانه، مراتك بتتكلم في الصح، امك هي اللي غلطانه. يعني ايه واحد معهوش اي حاجه عايز يتجوزيه بأمارة ايه؟ جبتي له الشقه على رأيها، هي امك زعلانه عشان هي وجعتها بالكلام الصح، واخواتك عندهم حق. يعني كل واحد معايش نفسه بالعافيه في العيشه الغاليه دي، كمان هنجيب شبكه وهو معهوش شبكه؟ طب فعلا ما عندها حق، والعفش والشقه واللي بعد الخطوبه ايه؟ المواسم والخروجات، وهيروح لها وعايز حاجه يخش بيها، كل ده بقى كل مره تلم من اخواته وتجيبه؟ لا طبعا مامتك غلطانه ومراتك مش غلطانه. هي بس تلاقيها اما هجمتها مامتك زي مامتك زعلت عشان قالت لها الحقيقه، او في دماغها ان هي بتسخنكوا على اخوكوا، لكن لا، مامتك اللي غلطانه ومراتك عندها حق. بس مثلا لو زعلانه عشان مثلا امك ست كبيره تروح تراضيها وخلاص، لكن هي مش غلطانه. يعني ايه واحد ما بيشتغلش او واحد ما بيشغله ومعهوش يعني عايز يخطب وهو معهوش حاجه؟ لا، ما ينفعش طبعا. وهيتعود على كده كمان، ان هو يقعد او اي حاجه تقف قصاده مامته هتتصرف له وتلم من اخواته في ظهره. ماشي في ظهرك ماشي لما يبقى ناقصك حاجه واحنا نكمل لك، يعني انت جبت حاجه او عملت حاجه وواقف على حاجه، لكن انت ما جبتش حاجه خالص، ده يبقى اسمه ان شاء الله. طبعا مش هتحس باللي مراتك اللي انت هتجيبها دي، ولا في دماغك اي حاجه، ولا هتبقى شايل هم اي حاجه عشان انت ما تعبتش في حاجه، وهيبقى سهل انت تمشيها او سهل انت تغضبها، ما انت ما تعبتش في حاجه، ومش فارق معاك تاخد بقى حاجتها ما تاخدش حاجتها، تخسر ما تخسرش، ما انت ما تعبتش. فكده لا، ما ينفعش طبعا، لازم تتعب وتشقى عشان تحس بالفلوس او تحس بقيمه الحاجه اللي انت جبتها، العفش والشقه وكده، عشان يوم ما تفكر ان تزعلها او تحصل مشكله او كده تفكر 1000 مره. لكن انت ولا شغلك اي حاجه عشان انت ما تعبتش في حاجه. مامتك لمت لك جابت لك الشبكه، لمت لك تاني جابت لك الشقه، لمت لك تاني جابت لك العفش، لمت لك جوزت لك، يا فرحتي. لا طبعا غلط، لازم الواحد يتعب ويشقى عشان يعرف قيمه الحاجه اللي في ايديه. وانتوا برضه قولنا رايكم في التعليقات ايه، وصلوا على النبي كده ولايكات بقى عشان الفيديو ينتشر. يلا، سلام عليكم، في حلقه جديده.